السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا معايا هاد القنينطات باللوز وبالحامض اللي كيجيو رائعين جدا مع السير اللي كتجينا القنينطه ديالنا معلكه والتقرميشه من طبيعه الحال. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم، اللي ما مابونيش معنا في القناه تامروا معنا باش يوصلك اي جديد ديالنا ان شاء الله. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. هادو هما المقادير اللي غادي نوجدوا بهم القنينطات ديالنا كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. هنا خديت راه ربعه ديال اللوز مع نص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال عصير الحامض وقشور ديال الحامض. هنا غادي ناخذ اللوز ديالي اللي غادي نكون فزكته وقشرته على هذا الشكل هذا. الطريقه راه ديجا وريتها لكم في الفيديوهات اللي قبل. غادي ناخذ اللوز ديالي وغادي نطحنه في الهاشوار حتى كيولي بودر. من بعد ما كيولي لنا اللوز ديالنا بودر على هاد الطريقه هذه اللي كتشوفوا معايا، ضروري ما كنبقى نقلب يعني باش ما يبقاش لينا مهرمش، انا بغيتو بودر. من غادي نحصل عليه بودر غادي نخليه على جنب، وغادي ناخذ واحد الكاسرونه اللي غادي نضيف فيها نص كاس ديال سنيده ونص كاس ديال عصير الحامض. غادي نديرهم على البوطه ما تكونش مجهده بزاف، وغادي نديرهم فوق البوطه باش تذوب ليا سنيده ديالي. كما كتشوفوا غادي نضيف عليهم شويه ديال القشور ديال الحامض. اللي ما كتبغيش القشور ديال الحامض ما تضيفهمش، ولكن في السيرو ديال القنيطات ضروري ما كنضيفوا القشور ديال الحامض. هنا غادي نبقى نحرك حتى كيذوب ليا السكر ديالي تماما، نحس بيه بان راه داب ما بقاش. من بعد غادي نضيف عليه البودره ديال اللوز اللي وجدت معكم. غادي نبقى نضيف البودره ديال اللوز وانا كنضيف البودره ديال اللوز وانا كنحرك على هذا الشكل هذا حتى كتوجد ليا العقده. كما كتشوفوا غادي نضيف اللوز ديالي كامل تقريبا على هذا الشكل هذا. هنا غادي نستعمل الايادي. كما كتشوفوا غادي نبقى نحرك على هذه الطريقه هذه حتى كتجمع ليا العقده ديالي. هنا راه غنكون طفيت البوطه، ما يعني صافي يعني ان فوا يذوب السكر يذوب تماما. من بدا نضيف اللوز ديالي صافي نطفي البوطه. هنا كنبقى نحرك حتى صافي كنحس بالعقده ديالي راها وجدات. كما كتشوفوا هنا غادي نجربوا واحد الاصبع على هذا الشكل هذا، كنبقى نجمع في العقده ديالي ونحرب لها صافي العقده ديالي واجده. غادي ندوزو طريقه التحضير. هنا نكون ما العقده ديالي كامله يعني حربلتها اصابع 9 غرام او 10 غرام كل واحد والقياس اللي بغى. غادي نقطع الورقه ديالي مثلثات على هذا الشكل هذا، وغادي نبقى نطوي القنينطات ديالي. راه ساهلين القنينطات كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، وانا كنطوي. الاستعانه بالدقيق ضروريه منها باش كنتسدوا بها القنينطات ما يبقاوش لينا محلولين. غادي نكمل القنينطات ديالي كاملين بهذه الطريقه هذه. وغندوزو باش نحضروا السيرو اللي كيعطينا التعليكه ديال القنينطات. كما كتشوفوا السيرو على هذا الشكل هذا. هنا غادي ناخذ 2 كيسان ديال سنيده وكاس ونص ديال عصير الحامض وقشور البرتقال وقشور الحامض ضروريه منها. هنا انا راه ضفت 2 كيسان، راه غير ما تصورش معايا الكاس الثاني. غادي نديرهم فوق البوطه حتى كيتعلكوا، حتى كتعسل ليا كيتعسل ليا هذا السيرو مزيان. كما كتشوفوا كنخليه يغلي مزيان حتى كنحس به صافي راه تعلك يعني صافي كنحس بداك الحامض ديالي صافي راه بدا كيتغير اللون ديالو وكنحيدو. كما كتشوفوا هنا غادي ندوزو نقليو القنينطات ديالنا. انا من الاحسن البنات ما تقليوش القنينطات كاملين، يعني ديروا غير واحد النسبه اللي غادي تقديو بها داك النهار، والنسبه الاخرى خليوها في الكونجيلاتور
يعني باش تبقى لكم التقرميشه شاده مزيان. هنا انا قليت غير هذا القياس هذا كما كتشوفوا، غادي نقليهم مزيان وغادي نضيفهم في السيرو. شتيو السيرو كي كيولي اللون ديالو، ملي كيولي لنا داك اللون صافي كنكونوا صافي حيدناه. غادي نحيد القنينطات ديالي كاملين وغنخليهم يشربوا في السيرو تقريبا شي ديك 2 دقائق ولا 3 دقائق، نخليوهم مزيان في داك السيرو. اللي غتبغي تكتفي غير بالسيرو بوحدو تكتفي به، يعني تخليهم يشربوا مزيان في داك السيرو، تكتفي بهم، يعني تزوقهم بالطريقه اللي بغات ونقول ليها بالصحه والراحه. واللي كتبغيهم في العسل من السيرو تضيفهم في العسل تضيفهم في العسل وتاخذهم. انا هنا ضفتهم في العسل على هذه الطريقه هذه، وزوقتهم بشويه ديال الجنجله من الفوق، وكانت النتيجه زوينه بزاف، وكيجيو معلكين من الداخل، لان هاد السيرو اللي كيعطيهم التعليكه زوينه بزاف. بالخصوص الناس اللي كيعجبها اللوغو ديال الحامض، كنصحك بهذه الطريقه هذه. وما تنسونيش من اللايكات ديالكم، وبصحه وراحه وشكرا.